بسم الله. خلاص مفيش وقت للكلام. 48 ساعة والزمالك هيلعب نهائي الكاس قدام بيراميدز، ولكن المسؤولين في الزمالك تقريبا ما عندهمش علم بالموضوع ده. بقالنا يومين ثلاثة الكلام كله على زيزو. قدمنا شكوى، اترد علينا في الشكوى. لا، العقد هينتهي 1/7، لا 12/6. حاجة غريبة جدا. يعني انت عندك اوراق، خليك مخبيها، طلعها في الوقت المناسب. ركز في الماتش. خلي اللعيبة والجهاز الفني مركزين في الماتش بس، خلي الجمهور مركز في الماتش بس. لكن كل الكلام على زيزو. حتى الاوراق اللي انت ممكن تلعب بيها بتقولها في الاعلام، وبتخلي زيزو واللي ورا زيزو يجهز الرد عليها ويحرق لك الاوراق دي. انت موقفك سليم وقوي، جهز ورقك واستنى لما زيزو يغلط، استنى لما الاهلي يسجل زيزو، استنى لما الاهلي يعلن عن صفقة زيزو. لكن فكرة ان انت عمال تقول انا عندي انا عندي انا عندي، ده دليل ضعف مش قوة على فكرة. طبيعي لاعب تغيب عندك لائحة داخلية وقع عليه عقوبات. طبيعي هتروح لجنة الانضباط، لجنة الانضباط هتقول لك انا ماليش دعوة. كان طبيعي جدا. النهارده طلعت قلت انه لائحة رابطة الأندية بتقول ان الموسم ينتهي 12/6، فخليت الطرف اللي مع زيزو قال لا، اللائحة دي بتدير المسابقات مش بتدير شؤون اللاعبين، واللي بيدير شؤون اللاعبين لائحة اتحاد الكورة. فانت بتقول لهم الاوراق اللي معاك اللي هو بتخلي الطرف التاني يجهز الرد. من الحاجات الغريبه جدا برضو، بص، الكابتن ميدو زملكاوي جدا، وانا ما اقدرش يعني ما ينفعش حد يشكك في زملكاويه ميدو، وانه ميدو عايز الزمالك يبقى كويس. لكن ما ينفعش الكابتن ميدو امبارح في برنامج يطلع يقول انا لما عرفت ان زيزو خد تاشيره امريكا رحت على النادي جري وقلت على جثتي لو زيزو لبس تيشيرت الزمالك. انت اصلا شكوتك ضد زيزو بتقول انه اللاعب ما راحش التمرين وتقاعس وي وي وي. فبالفيديو ده طبعا زيزو واللي ورا زيزو خدوا الفيديو ده وهيقدموا في الشكوى اللي انت مقدمها ضد زيزو. ومش كده بس، لا، زيزو هيستغل الفيديو ده وهيرفع شكوى ضدك، وممكن ياخد تعويض بسبب الفيديو ده، لانه كابتن ميدو ليه منصب رسمي في نادي الزمالك. وميدو قال انا اللي منعته من انه يلبس تيشيرت الزمالك بعد ما تأشيرة امريكا طلعت له. طب يا جماعة، احنا المفروض لما ندير ملف زي ده، انا قصتي مش انه زيزو يروح الاهلي على فكرة، ولا قصتي انه زيزو ما يلحقش يلعب ماتشين كاس عالم مع الاهلي. انا كانت قصتي انه زيزو يكمل في الزمالك، ولو مش هيكمل في الزمالك هبيعه بفلوس كتير اقدر اجيب بيها لعيبة تشيل الفريق، لانه الزمالك مش هيقف على زيزو ولا غير زيزو. بس طبيعي ان انت تجيب لعيبه تقدر تشيل الفرقه، فلو زيزو مش هيكمل مع الزمالك هبيعه واستفيد بفلوس واجيب بيها لعيبه ثانيه. لكن انا ما عملتش ده وسبت زيزو لاخر وقت، وفي الاخر هيروح الاهلي مجانا، لا الاهلي دفع فيه فلوس ولا الزمالك خد فيه فلوس. فدي من الحاجات الغريبه جدا اللي مخليه الواحد، يا جماعه واحنا بندير ملف ازاي؟ الناس اللي بتدير ملف بتفكر ازاي؟ يعني انت لما يبقى عندك اي ورقه ممكن تفيدك فتطلع تقولها في الاعلام عشان الناحيه التانيه يجهز الرد عليها. ينفع انت مقدم شكوى بتقول ان زيزو ما بيجيش وي وي وي، فانت تطلع تقول لا انا اللي منعته؟ طب ما انت كده اديته الرد، ما انت كده هتخليه يروح يقدم فيك شكوى ويقول ان انتوا منعتوه وعملتوا وعملتوا وعملتوا. والموضوع يعني الدنيا ما تقدرش بالشكل ده خالص. المشكله ان انت تبقى بتجهز اوراقك كلها وتبقى ساكت خالص وما تتكلمش، وتستنى لما الاهلي يعلن عن صفقه زيزو وتبدا تاخد الاجراءات القانونيه اللي تأيد موقفك، واللي تقدر على الاقل تاخد تعويض مناسب من زيزو لو انت اوراقك سليمه. لكن انا في الاخر انا بعمل ايه؟ انا بالعكس، انا كده بفيد زيزو. يعني زيزو لو كان هيتغرم او كان هناخد منه غرامه، ممكن زيزو هو اللي ياخد الغرامه مش انت، ممكن زيزو هو اللي ياخد التعويض مش انت. اتمنى انه السكوت في الاوقات اللي زي دي افيد بكتير من الكلام. ما تفضلش تطلع ورقك
انت طبعا خلاص، طب يعني قلت كل الكلام اللي عندك، ف يعني الواحد مش عارف يعني الدنيا هتمشي ازاي. لكن كل اللي بيحصل ده مش هيفيد الزمالك في حاجة. وكان الانسب والاحسن ان احنا نركز في ماتش الكاس، وبعد ماتش الكاس نشوف ايه اللي هيحصل من الطرف الثاني، وعليه تبدا تجهز اوراقك وتبدا تتكلم. لكن ده ما بيحصلش، واحنا بنحاول ناخد اي حد ياخد السبب انه يطلع يقول انا عملت وانا وهنعمل وهنعمل وهنعمل، وفي الاخر ما بيحصلش اي حاجه.